الله. سلامات لكم جميعا، حياكم الله. طبعا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. قبل البدء كلام فضيلة الشيخ علي: ليسوءوا وجوهكم. هذه الإساءة من أمتنا ومن أحبابنا فلتكن بالإعلام، أما نحن مهمتنا أن نسوء وجوههم بصفعها وتمريغها في التراب إن شاء الله. وكلامك يا شيخ علي ذكرني بوصف إبراهيم طوقان للفدائي في وصفه الجميل، قال: صامت لو تكلم لفظ النار والدم، قل لمن عاب صمته خلق الحزم أبكما، وخلق الحزم أبكما، وأخو الحزم دائما يده تسبق الفم. فدائما خلوا البهدلة لهم على الأرض شغلتنا، وانتوا كملوا معنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد الصغير، أنت وإخوانك الكرام، فقد اجتمعتم وجمعتم واستثرتم عاطفة إخوانكم وأمتكم ليؤدوا الواجب، فلكم فضل البدء والمبادرة إن شاء الله. الله يجري الأجر لكم، ونحن شركاء معكم في أداء الواجب في إطلاق هذه الهيئة لنصرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشرف أن أكون في هذا الميدان، شرف عظيم أن نكون في شرف نصرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف لا ننصره وهو الذي هدانا إلى الله، دلنا عليه، عرفنا به، حببنا إليه. فلولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفنا الله حق معرفته إلا بمعرفة الفطرة. حبيبنا محمد وهو الذي أعطانا أغلى هدية، القرآن الكريم. كيف لا ننصره وصلى الله عليه وسلم هو نبينا الذي ننتسب إليه. نحن أمة محمد، أي أمة تعتز بنفسها ولا تنصر نبيها الذي تنسب إليه؟ كيف لا ننصره وهو النبي العظيم، أعظم العظماء من بني البشر، وصاحب الفضل على الإنسانية جميعا. الناس ينتصرون للعظماء ولأشباه العظماء ولغير العظماء، فكيف لا ننتصر لأعظم العظماء وخيرهم وصاحب الفضل على البشرية؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا أقل الواجب. السؤال الكبير: كيف ننصر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ننصره باتباع سنته واتباع هديه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ننصره صلى الله عليه وسلم ألا نهجر القرآن الكريم حتى لا نحيجه إلى شكوانا: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ننصره صلى الله عليه وسلم بأن نكون أشداء على الكفار رحماء بيننا، أن نترفق فيما بيننا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ألا نكون قساة فيما بيننا، ضعفاء أمام الآخرين. وأن نكون كما قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أن نأخذ من صفات الرأفة والرحمة واللين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أن نكون في موقع القيادة النبوية الرحيمة التي تشفق على أتباعها، تترفق بهم. أن ننصر حبيبنا محمد
بأن نعمل الشورى في حياتنا اليومية، في دولنا، في تنظيماتنا، في حركاتنا، حتى وعندما يخالفنا أتباعنا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر في أي مقام حين خالفه بعض أصحابه في أحد. ومع ذلك كرس الشورى، أن نعمل الشورى في حياتنا ونعمق مؤسسيتنا، ننصر حبيبنا محمد بأن تكون يدنا هي العليا، نكون أقوياء. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. حين نكون أقوياء ستكون هيبتنا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة نرهب بها أعداء الله حتى لا يستضعفونا فيتجرؤوا على مقدساتنا، على رموزنا. فمن أهم نصرتنا للحبيب محمد أن يكون أتباعه أقوياء حتى نحرر أرضنا وبلادنا ومقدساتنا. من أعظم نصرتنا للنبي ألا نترك مسراه ومعراجه تحت اغتصاب الصهاينة. كيف تطيب لنا الحياة ونرى هذا المكان العظيم ثالث القداسات في مساجد الأمة ونتركها تحت الاغتصاب؟ من نصرتنا للحبيب أن نهب لتحريرها. وإن شاء الله إخوانكم وأخواتكم على أرض فلسطين المرابطين والمرابطات سيحررون القدس والأقصى بإذن الله. ومن نصرتنا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن نكون حيث يرضى عنا في مواجهة أعداء الأمة في كل أقطارها، وأن نظل بروحنا أمة واحدة. هذه هي النصرة الحقيقية، أن نرفع راية الجهاد والاستشهاد، أن نكون أعزاء، أن نفرض هيبتنا على البشرية. إن شاء الله الأمة على طريق الخير، وهؤلاء الرعاع، هؤلاء الذين تجرعوا على ديننا ونبينا ومقدساتنا، إن شاء الله سنهزمهم شر هزيمة بأمر الله تعالى. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لقد استثاروا فينا الإيمان والحمية والعزيمة. وإن شاء الله مرحلة الضعف مرحلة استثنائية عابرة ستعبرها الأمة بخير، وهذه تركيا التي نقف على إن شاء الله بداية خير ونهضة في الأمة. لكن نريد للأمة في كل أقطارها أن تكون قوية بأمر الله تعالى. هذه نصرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في أنفسنا، في أوطاننا، في بلادنا، في جهادنا، في فكرنا، في انفتاحنا على البشرية. ألا ننغلق على أنفسنا، لا نتعصب، ندافع عن حمانا وعن رموزنا، ولكن ننفتح على البشرية برحمة، وتكون إن شاء الله يدنا هي العليا وموقعنا الحضاري متقدما على كل بني البشر، لكن بدون تعال، إنما برحمة كما كنا على الدوام. إن شاء الله نعاهد ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم أن نكون حيث تركنا وحيث أورثنا ذلك المجد العظيم. جاء الصحابة والتابعون من بعد فحرروا فلسطين واستلموا مفاتيحها، وظل الفاتحون من بعد أعزاء بفضل الله تعالى. جزاكم الله خيرا أصحاب الفضيلة، المشايخ والدعاء والكرام، بوركتم. نسأل الله أن يكتب لنا أجر الفداء لحبيبنا محمد وعليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.